السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد. وفيديو النهارده حلو جدا، في افكار كتيرة جدا جدا هتوفر معاكي بجد اليوم كله ان شاء الله. يعني يبقى اديك فكرة فطار وفكرة غدا و... ونتكلم مع بعض او نشوف كده عملي 11 فكرة لتوفير رمضان. ده التوفير الصح اللي انت يخليكي بأمر الله تعالى، تخليكي تجيبي اللي نفسك فيه كله، تفرزي خضار وفاكهة، وان شاء الله بإذن الله تحوشي مبلغ كويس كده، تجيبي حاجات مثلا تفرحي نفسك يعني بطقم شاي، كوبايات شاي، عصير، مثلا اطباق، حاجات زي دي طبعا رمضان بيحتاجها. وطبعا لسه فاضل 3 شهور بس، بجد انتوا عارفين اكتر ايام بتعدي هي الايام الحلوة دي بتاعت رجب وشعبان وكمان رمضان. فالنهارده اديكي كذا فكره وافكار حلوه جدا جدا للتوفير، علشان بجد ان شاء الله باذن الله تعملي بيها وتلحقي بقى ايه، تفرزي شويه حاجات وتجيبي الحاجات اللي انت نفسك فيها. وربنا دايما دايما يعمر بيوتنا بالخير كله ان شاء الله. بلغنا رمضان يا رب واحنا في احسن حال. تعالوا بسرعه كده كده قبل ما نبدا في الفيديو على طول نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا بسم الله. اول حاجه ابدا معاكم بيها الفطار، وده هيبقى بند، يعني البند ده بنصرف فيه كتير جدا، وخصوصا لو انت تكون مثلا عندك ايه، عندك ما شاء الله اولاد كتير او اسره كبيره يعني. فاول حاجه نبدا بيها الفطار. هنعمل فطار كده، طبعا فاكرين الفيديو اللي قبل اللي فات لما كنت عامله معاكم فطار ووفرت من الفطار ده 3 بيضات، فقلت اعمل بيها ايه، اعمل بالثلاث بيضات دول ممكن يبقوا بيضتين بس على فكره، مش شرط 3 يعني، بس انا قلت ايه، ازود القيمه الغذائيه للفطار وكده، عشان مثلا ينفع تفطري بيها وتتعشي بيها، فتبقى كده حاسه ان انتوا اولادك يعني باكلوا حاجه صحيه. هنعمل احلى كيكه كده حلوه جدا تفطري بيها 3 ايام كده، او تفطروا وتعشوا بيها ما شاء الله حلوه جدا. تعالى اقول لك المقادير عشان تجربيها وان شاء الله تدعي لي بجد عليها. طريقه الكيكه دي حلوه جدا جدا، طعمها خطير. عندي كده 3 بيضات، وعندي كوبايه سكر، وعندي نص كوبايه زيت، على معلقه واحده من السمنه علشان نطعم بس الايه، معانا الكيكه تمام. وعندي كده كيسين فانيليا، وعندي باكت كده او باكو من البيكنج باودر، وعندي معلقتين، اخد معلقه كبيره من الخل، وعندي 3 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد 3 كوبايات من الدقيق تمام. ابدأي الاول بكوبايتين ونص، وبعد كده زودي النص ايه بشويه شويه. وعندي كده كوبايه يعني بيبسي انتوا شايفينها او السيفن يعني، ابني كان جايبها معاه من المدرسه من امبارح يعني. قلت له هاتي هاتي ولا هاتي ولا، اعمل بيها احلى كيكه بديل اللبن. فالازازه دي ب10 جنيه، وطبعا يعني حلو جدا يعني، لو ما عندكيش لبن تعملي بيها عادي مفيش مشكله. المهم طبعا انا هنا حطيت البيض، واحط كده طبعا بقولك الكوبايه دي اللي بعاير بيها، الكوبايه دي مقاسها او حجمها يعني 250 مللي تمام. يعني اي كوبايه هتعايري بيها يعني اي مقاس بقى انت عايزاه. المهم تعايري بكوبايه واحده بس، يعني مثلا الكوبايه دي عايرت بيها الدقيق والسكر وكل حاجه تمام. المهم خلطت هنا، حطيت السكر وحطيت حطيت البيض وحطيت الفانيليا وقلبتهم كويس جدا 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 مع بعض. بعد كده نزلت هنا بالزيت والسمنه وقلبهم كويس جدا زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنزل بالخل وهنزل بالسفن، وبعد كده اقلب كويس جدا، وهنزل بالدقيق شويه شويه لحد ما الاقي القوام بتاعي ايه كويس. المهم انا الكوبايه اللي ازازه البيبسي اللي انتم شايفينها دي، ملت الكوبايه دي كوبايه وربع، فانا يعني المفروض بس اخد كوبايه بس تمام. بس قلت مش مشكله، بدل هتقعد بقى تترمي او انا مش هقدر اشربها يعني، علشان خاطر ايه، كنت الصبح كده ما قدرتش اشربها، وكمان عامله نظام دايت وكده فقلت لا مش هشربها. فانا ايه، قلت بدل شويه دول هيدلقوا عادي احطهم في الكيكه عادي، بس هنزود ايه معلقتين دقيق مفيش مشكله، نكبر الصينيه كمان. بس كده، دي كيكه سهله جدا جدا وبسيطه، وهتعمليها فعلا هتعجبك جدا، هشه جدا، طعمها لذيذ جدا. ممكن طبعا لو ما عندكيش السيفن ده او البيبسي اللي انتوا شايفينه ده يعني، عادي حط مكانه كوباية لبن او كوباية برتقان تمام. اللي بيحب بقى كيكة البرتقان يعملها بدل بقى اللبن والازازة دي، كوباية ايه، كوباية برتقان، عصير برتقان كده، يكون مصفي يعني عصراه ومصفيه تمام. دي يطلع معاكي احلى كيكة بجد. الكيكة دي خطيرة جدا. انا طبعا حطيت كمية من الدقيق، وبعد كده حطيت عليه باكت البيكنج باودر، وحطيت رشة من الملح، ونقلب كويس جدا جدا، ونحط الدقيق شوية شوية. طبعا انا مزودة البيبسي معايا شوية، فانا هضيف ايه معلقتين كده يعني، معلقتين اظبط القوام بتاع الكيك
معايا. تمام. فالقوام بتاعه يبقى ايه، ولا تقيل ولا خفيف يعني، وتعملي خط كده ما يتمسحش معاكي بسرعه، ما يختفيش بسرعه. دي النتيجه الناجحه للكيك. تمام. اهم حاجه بقى في تسويه الكيك ان يعني ايه، تسخني الفرن قبلها ب5 دقايق، مش ب10 دقايق ونص ساعه زي ما الناس بتقول، لا هي 5 دقايق بالظبط. تشغلي الفرن يسخن، تروحي حاطه الكيكه بتاعتك على الرف اللي في النص، ايه يعني ما تفتحيش عليها غير بعد ما تعدي بالظبط 35 دقيقه. هي تاخد معاكي من 35 دقيقه ل40 دقيقه، ماشي، على درجه حراره 180. انا عن نفسي ما عنديش الدرجات وكده، وعندي الفرن البلد العادي اللي بالانبوبه، بخبز وبعمل فيه كل حاجه ممتاز. فانا بظبط يعني. بس طبعا عندي بقى ايه، الرجل بتاعه الفرن مخلوعه من قدام او مايله شويه، فبتطلع معايا ايه الصينيه عوجه شويه يعني ايه، تحس ان الصينيه عندها شلل يا اولاد، يعني ايه نصها كده ايه مرتفع مرتفع، ونص تاني نايم خالص. فهوريكم في النهايه يعني. انا بحاول على قد ما اقدر اظبط، بس مش راضيه تيجي معايا بصراحه، مش هتظبط معايا، ساعات بتظبط وساعات ما بتظبطش. المهم عملت كده القوام بتاع الكيكه زي ما انتم شايفينه، ظبطته زي ما انتم شفتوا، وحطيتها كده على في صينيه مقاس 30 في 30، دهنتها بنقطه من الزيت، وحطيتها كده شايفين زي ما بقول لكم الفرن عندي مايل شويه، فجنب ما شاء الله مرتفع وحلو جدا، وجنب ايه يعني مسخوط يا اولاد، ماشي. بس كده ده خلصت الكيكه بتاعته هنا والله وهي سخنه، المفروض تهدى خالص واقطعها لكم واوريها لكم، بس هي عادي قلت مش مشكله. جيت هنا جبت معلقه عسل كده تزيين يعني عشان الاولاد مش اكتر، جبت معلقه عسل كده، وبعد كده ايه دهنت الكيكه بتاعتي بالشكل ده اللي انتوا شايفينه، وهرش كده ايه الشوكولاته الملونه اللي كانت عندي من بدري والله، ده من العيد، ماشي، ازين بيها كده بتدي شكل حلو. طبعا ينفع تاكليها كده، تقطعيها عادي وتاكليها زي ما انت عايزه. المهم طبعا ده بند حلو جدا لو انت مثلا ايه، مثلا لو تصرفي مثلا تجيبي فول وطعميه ومش عارفه اقول الكلام ده، تصرفي كتير جدا، لا صينيه الكيكه دي ما شاء الله اقتصاديه، يعني وخصوصا لما يكون عندك الحاجه بتاعتها مثلا عندك طبعا خزين الشهر. انا ما عملتش معاكم لسه خزين الشهر بجيب ايه وبصرف قد ايه، وما اديتكمش لسه الميزانيه الشهر. ان شاء الله باذن الله الفترات اللي جايه هعمل معاكم ميزانيه الشهر بكذا مبلغ طبعا، واوريكم ان شاء الله اللي انا بعمله وبظبط. وبصي ماشيه الحمد لله، الحمد لله فضل من عند ربنا. بيت على الشعر ماشيه بنظام، ويعني ايه وبالورقه والقلم عشان تطلع الدنيا ايه يعني حلوه، وكل حاجه اللي نفسك فيها تجيبيها بالعقل يعني، مش ما تصرفيش بشكل عشوائي او تعيشي حياتك كده بشكل عشوائي. طبعا شايفين ما شاء الله شكل الكيكه عامل ازاي بنات، هشه بيضه جدا من جوه وفاتحه جدا بسبب اللبس طبعا، وبسبب الخل. ولو ما عندكيش خل حطي ليمونه بتبقى احلى وافضل. وطبعا زي ما انتم شايفين لونها ما شاء الله تحفه. هي بس مشكلتها ان انا ممكن خليت لون معايا شويه من تحت وخفيفه خالص يعني، وكمان الصينيه مال، بس هي ما شاء الله روعه الروعه طعمها حلو جدا يعني. خلصنا كده بند الفطار، وبصي وفرنا يعتبر توفير حلو جدا. جيت هنا طبعا اعمل طبعا قد ما اعمل فطار بشاي بقى او عندك شاي بلبن تمام، وهعمل هنا ايه احط كام قطعه كيكه، واللي لسه ما فطرش يفطر، واللي بعد ما يصحى او مثلا يرجعوا مثلا مدرسه ياكلوا بيها عادي مفيش مشكله. ومثلا لو ما عندكيش عشاء تنفع برضو عشاء، تعملي كوبايه شاي بلبن وتتعشوا بيها، وتوفروا برضو بند كده من البند العشاء. اهم حاجه طبعا هنتكلم مع بعض اكتر في موضوع ازاي تحوشي وتظبطي او تظبطي حالك كده في قبل رمضان ان شاء الله، وتجيبي اللي نفسك فيه. إيه مثلا لو في خضار معين انت بتحبي تفرزيه، رغم ان انا يعني ما شجعكش تفرزي حاجات كتير عشان رمضان جاي في الشتاء اصلا، فكل حاجه ما شاء الله هتبقى موجوده. يعني كل الخضار اللي احنا بنحبه الحلو هيبقى موجود يعني ايه وكده، عشان احنا هنبقى في الشتاء، فما تكتريش. بس انا بحب افرز عشان خاطر يعني ايه بسهل على نفسي الوقت وكده. تعال بس اديك فكره غدا حلوه جدا جدا وفوق متخيل، وكمان اقتصاديه مش هتعدي ال100 جنيه. تمام. جبت هنا معلقه سمنه، ماشي، وبعد كده سيبها تسخن. هنزل كده بالنص كيلو كده قوانص. الاول هننزل بنص كيلو قوانص كده ونشوحها كويس جدا جدا لحد ما تاخد معاكي لون. تمام. وطبعا مع رشه ملح ورشه فلفل اسود، علشان وانت بتشوحي الحاجه اللي مثلا زي الكبد والقوانص وكده ما تشميش ريحه حلوه أو وحشه فيها، يعني تشم ريحه حلوه. وبجد حركه الملح وكمان الفلفل بيخلي لها ريحتها حلوه، وبالذات اكتر لما تكوني منضفاها تنظيفه عميقه وحلوه ولذيذه يعني كده ايه يعني تشم ريحتها قبل ما الريحه الحلوه قبل ما تسويها يعني. جيت هنا جبت كده كيس، طبعا كنت فرازه معاكم البصل ده، كنت طلعت الكيس طبعا من الفريزر على طول على الطاسه علشان ما يفكش معاك ويبقى كله ميه. لا احلى حاجه عشان ما تشمش كمان ريحه مثلا
ريحه مش حلوه البصل، لا انت اول ما تطلعيه من الفريزر تستخدميه على طول. جيت هنا حطيت كده البصل، وبعد كده شوحت البصل لحد ما فك خالص زي ما انتم شايفين. بعد كده اضيف كده قرن فلفل حامي على بارد اخضر، وبعد كده نشوح كده شويه كل حاجه احطها اقلبها ايه حوالي دقيقه يعني. بس كده بعد كده هنزل بطماطم كده حوالي 2 3 كده ايه مقطعاهم مكعبات، وبعد كده اقلب كويس الكلام ده واسيبه بقى ايه لما إيه الخلطه تتسبك معايا او إيه مش تسبك يا بنات. انا هنا برضو حطيت حوالي نص كوبايه من الميه على فكره، وسبتها لما استوت خالص القوانص. انا هنا عايزه القوانص تستوي ونفس الوقت يبقى طعمها حلو. جيت بقى جبت حاجه تاني وحطيت معلقه من الزيت كده، وهنزل كده بالنص كميه او نص الكبد القوانص. هو ده معايا كيلو كده من الكبد القوانص. طبعا نص مثلا قولي كبد ونص قوس. هنا نفس الطريقه برضه حطيت كده سخنت الزيت كويس جدا، ونزلت هنا بالكبده بتاعتي ورشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود زي ما انتم شايفين، ونديها صدمه يعني. طبعا انتوا عارفين الكبده ما بتاخدش ايه سوا كتير، بس اديتها كده يعني تشويحه لوحدها عشان ريحه الزفاره وتبقى ريحتها حلوه. بعد كده حطيتها كده على القوانص بعد ما استوت، وخلاص على كده ايه خليتهم حاجه واحده. وبعد كده كان عندي 2 بطاطس ما كانش في غيرهم، قطعتهم كده مكعبات وحمرتهم. بعد كده ضفتهم على الكبد والقوانص بالشكل ده. لو عندك بقى اختياري يعني معلقه كده من دبس الرمان، حط معلقه كبيره برضو بتخلي طعم الاكله دي حلوه جدا وريحتها حلوه جدا معاك. بس كده دي طبعا ده كان غدا حلو جدا جدا. مثلا لو عندك كل حاجه في البيت مثلا زي البصل والطماطم والفلفل والكلام ده والبطاطس، يبقى مثلا ما فيش غير هو الكيلو كده ونص. الكيلو القوانص عندنا عاملين 90 جنيه. طبعا انا بعمل تفريزات برضو الحاجات دي شهريا ان شاء الله هعملها معاكم باذن الله. المهم جيت هنا طبعا هعمل ايه مش عايزه اعمل رز ولا مكرونه، وعشان عملتهم كتير فانا قلت اغير، فجبت شعريه. الشعريه دي طعمها خطير جدا جدا. شوحتها كده، طبعا كان عندي من كل نوع شويه، جمعتهم كده وحمرتهم مع رشه من الملح وخدوا لون. نزلت كده بالشوربه، طبعا هو اللي هيحلي الاكله دي شوربه. المهم انا هنا بنتي كانت بتكلمني وكده ما خلتني نسيت. وانت بعد ما تحمري الشعريه بعد ما تحمريها تروحي نازله عليها ببصلايه وطماطمايه مبشورين بعد ما الشعريه تتحمر، ومقلبه بقى الشعريه مع الطماطمايه والبصلايه. تمام. بعد كده تنزلي بالشوربه والميه وتظبطي الشعريه بتاعتك بالملح والفلفل كده تمام جدا. بس انا هنا بنتي بتحكي له كده وعماله ترغي معايا فخلتني ايه نسيت يعني. بس عادي مفيش اي مشكله. المهم هتشم ريحه الشعريه دي خطيره جدا. بص مش هتبطلي تعمليها من كتر حلاوتها، والله العظيم هتحبيها اكتر من المكرونه والرز. حاجه كده بسم الله ما شاء الله زي العسل. انا عملت الاولاد كل واحد طبق بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، خلصوا كل واحد خلص طبقه. وممكن مثلا لو عملت رز او مكرونه مش هيخلصوا، لا بس دي بجد لما خفيفه وطعمها وريحتها خطيره فعجبهم. طبعا هنا نقدم بقى ايه، نقدم مثلا زي ما انتم شايفين طبعا بالشكل ده. مثلا كل واحد طبق ومعاه كده معلقتين 3 من الكبد والقوانص، والباقي نقدمه في طبق عادي يعني، واللي عايز تاني ياخد. تمام. بص طبعا الاكله دي فكره حلوه جدا جدا بتعملها رمضان. تمام يعني سجليها عندي كده واعمليها في رمضان. تقدمي معاها إيه مثلا صينيه جلاش مثلا او سمبوسك، تبقى كده حاجه حلوه جدا. مفيش احلى ولا اجمل ولا اروع منها بصراحه. ان شاء الله تجربيها وهتدعي لي والله. بس كده دي كانت فكرة غدا اقتصادي حلو جدا. طبعا اليوم اللي توفري فيه اكل كده كان يبقى موجود عندك، تاخدي الفلوس اللي انت وفرتيها تمن الغدا تروحي ايه شايلها على طول في الحصالة. تمام. كان هنا عندي كيلو من البتاع ده يا ولاد البامية. فرحت جبت كده غسلته ونشفته، وبعد كده اقطعه زي ما انتم شايفين كده. بشيل بس الجزء اللي من فوق والجزء اللي من تحت، وبعد كده ما بفتحهاش من النص واخلص طبعا يعني زي ما انتم شايفين كده امحها كلها واوريكم هو ازاي بخزن. بص كل تسويقه مثلا انت بتسوي كل اسبوع، انا عن نفسي بعمل كده كل اسبوع بتسوق مثلا حاجه السوق. في الاسبوع اللي اسوق فيه ده ابقى عامله حسابي اجيب مثلا كيلو باميه، اجيب مثلا كيلو بتاع ده يا ولاد فاصوليا ولوبيا العاديين ده. مثلا تجيب نص من ده ونص من ده، تروحي ايه غسلاهم ومنقعاهم وغلياهم وتروحي مصفياهم وتروحي مخزناهم ايه وحطاهم على الفريزر على طول. الباميه نفس الحكايه. جيت هنا طبعا اقول لك الاول عملت الباميه ازاي. جبت ميه غليت ونزلت عليها كده بمعلقه او معلقتين من السكر وعصره ليمونه. دي احلى واجمل طريقه ممكن تخزني بيها الباميه، ومستحيل ولا اللون ولا طعمها يتغير معاكي حتى لو قعد سنتين. جيت هنا حطيت الباميه دوبك 3 دقايق كده غليت معايا، قلبت معايا بس 3 دقايق كده. وبعد كده
رحت مطلعاها وحطاها في ميه ساقعه. طبعا احنا في شتاء فمش محتاجين تلج ولا حاجه، لو في الصيف حط تلج. بس كده حطيتها في ميه ساقعه وبعد كده طلعتها كده، افردها برضو على فوطه واسيبها لما تنشف تماما، وبعد كده تحطها في علب او اكياس تلاجة. انا كانت عندي الاكياس التلاجة خلصت، فحطيت اي كيس من عندي نضيف يعني وخلاص، وحطيت في علبه عشان عندك يعني حريه الاختيار ده او ده. ماشي. المهم مثلا كل اسبوع مثلا تروح تجيبي تسويقه، مثلا كل اسبوع تروح مثلا تجيبي كيلو باميه، تجيبي كيلو من البسله، كيلو من الفاصوليا. شوفي الخضار اللي انت اكتر خضار بتحبوه وهاتي منه مثلا كل اسبوع كيلو. تمام. وتروحي تفرزي، مش لازم تجيبي مثلا مره واحده كده تروحي تجيبي 5 كيلو و10 كيلو والكلام ده، لا، انت كل تسويقه يعني اعملي حسابك انت تجيبي كيلو من اي خضار انت عايزه تفرزيه، وتفرزيه لما يجي بقى عليكي دخلة رمضان مش هتحسي باي حاجه او تحسي بتعب خالص يعني. دي اول حاجه. تاني حاجه الفلوس بقى، مثلا اليوم اللي توفري فيه الفطور تروحي حاطه الفلوس في الحصاله، اليوم اللي توفري فيه الغدا تروحي حاطه الفلوس في الحصاله. طبعا لو انت مثلا مش بالفلوس بتصرف منك ما تعرفيش تمسكي على ايدك، تروحي تجيبي بيها طماطم، تجيبي بيها بصل، تروحي تفرزيه. ماشي. تفرزيه وتحطيه في الفريزر على طول، يبقى عندك دايما البيت مليان يعني ما شاء الله ما فيهوش اي حاجه. تمام. ايه تاني؟ الفراخ بقى هقول لك طبعا كذا فكره كده. الفراخ تجيبي الفراخ برضو مثلا كل تسويقه تجيبي فرخه، مثلا انت بتجيبي في التسويقه فرختين، حاول على قد ما تقدري تجيبي 3، تروحي شايله مثلا الفرختين هيقضوكوا طول اسبوع في اسبوع او اسبوعين على حسب انت بتقسمي اسبوعك ازاي، والفرخه التانية تروحي شايلاها وكده مفرزاها كده، غسلاها غسله نظيفه وفرزيها من غير ما تتبليها ولا اي حاجه، علشان خاطر بس ما طعمها ما يتغيرش. تمام. اللحمه المفرومه مثلا تروحي تجيبي مثلا تجيبي مثلا هتعملي اي طبخه تجيبي مثلا كيلو ونص، المهم كل ما تجيبي كيلو او نص منها تروحي شايله كده حوالي معلقتين 3 منه تحطيها في علبه، كل ما تشتري تروحي حايشه حته منه كده، يبقى ممكن يتكون معاكي مثلا كل شهر مثلا حوالي نص كيلو او كيلو، فتنفعك طبعا وتعملي بكذا فكره وكذا وجبه حلوه جدا ليها. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه او كذا حاجه يعني، المهم بديك كذا افكار كده، وبصي شوفي اللي انت بيريحك واعمليه. المهم انا هنا عايزه اقول لكم الاسعار. الطماطم ما شاء الله بقت حلوه جدا يعني، كيلو ونص الكويسه جدا جدا ب10. جبت كيلو ونص كده يعني، انا عندنا هنا في منطقه عندنا الكيلو ونص طماطم الكويسه جدا ب10. جبت كده 3 كيلو. وجبت هنا فلفل طبعا نص كيلو فلفل حامي على بارد، وهنا جبت يعني بصل على جرجير وكده. الباذنجان ده حلو جدا، باذنجان عروس وباذنجان الرومي بينفعني جدا جدا في افكار الفطار والغدا والعشاء، وبينفعني في كل حاجه بصراحه. وبس كده. طبعا البطاطس ما اقدرش استغنى عنها، جبت بطاطس حوالي 3 كيلو. 3 كيلو بطاطس الكيلو عامل 10 جنيه، 3 كيلو بصل برضو الكيلو عامل 10 جنيه. جبت هنا طبعا الفاكهه بجيبها كل اسبوع. ماشي. نسيت اقول لكم الفاكهه برضو، تجيبي مثلا رمان مره تفصصيه كده وتفرزيه، مثلا برتقان تفرزيه، مثلا كل برضو التسويقه تجيبي كده 2 كيلو من ده ولا من ده. مثلا مانجا لو لسه قاعده عندك، فاهمين ازاي؟ فانت حاولي على قد ما تقدري كل ما تنزلي كده تجيبي حاجه كده بزياده. بس كده زي ما انتم شايفين طبعا الفاكهه انا صراحه مش عارفه اسعارها، ابو ادم وزوجه هو اللي جايبها، فانا مش عارفه بصراحه اسعارها ايه. بس كده. المهم الفاكهه بجيبها كل اسبوع. تمام. نقعد مثلا الكميه دي ما شاء الله بنقعد 3 4 ايام كده ناكل فيها. وطبعا لو خلصت بعمل بقى اي حاجه حلوه، حته مثلا بسبوسه، بعمل بسبوسه، كيكه، اي حاجه زي ما انتم عارفين. تيجي بقى نبص هنا بند اللحوم جايبه هنا كيلو بانيه، وكيلو صدور فراخ. كل صدر من دول او فص من دول بعمل بيهم وصفه. تمام. والكيلو البانيه بعمل بيهم وصفتين. الفراخ دي بقى كل فرخه بناكلها على يومين. فالمهم يعني انا ممكن ان شاء الله باذن الله هنزلكم المنيو بتاع الشهري، المنيو او مش المنيو يا بنات يعني الميزانيه بتاعه اللحوم وكده، وبعد ما انزلها لكم تاني يوم ان شاء الله تلاقيني بطلع من الميزانيه اللي انا وريتها لكم عملت كده وجبات تكفي طول الشهر. يعني عملت كده هعملها معاكم تكفي طول الشهر، واقول لك طبعا افكار كتيره جدا جدا. وبصي يعني مثلا هديك ان شاء الله شهر كامل كده رمضان
في 30 اكله كده ان شاء الله باذن الله. كل يوم هتاكلي لحمه وفراخ ببصي باقل كميات، بس بجد ما فيش ولا يوم يعدي من غير ما تاكلي ما شاء الله فراخ ولحمه وكده بطرق سهله وبسيطه واقتصاديه جدا. يا رب يكون عجبك فيديو النهارده. لو عجبك اوعي تنسي اللايك والاشتراك والكومنت الحلو اللي هيفرحني، وان شاء الله انه بامر الله انتظر الفيديوهات اللي جايه قويه جدا جدا. انا بس عايزاكم تشجعوني بس، وبعد كده انزل معاكم كل يوم فيديو باذن الله في افكار حاجات كتيره جدا جدا، رمضان وعزايم وتحويش، وهنجيب الحاجات رمضان كلها بامر الله. بأمر الله هديكوا أفكار عملي للفطار والسحور والحاجات الحلوة اللي انتوا شايفينها والحلويات، وكل حاجة تبقى اقتصادية وعلى قد ايدك بأمر الله. واديكي طبعا منيو كامل كده لشهر رمضان كامل، وهديكي أفكار حلوة جدا جدا وأكلات لذيذة جدا جدا. هتبقى مثلا ما شاء الله كل يوم تعملي أكل حلو، مش شرط رمضان بس، ونفس الوقت الأسعار حلوة، يعني إيه ميزانية حلوة كده بأمر الله. ان شاء الله اعرف الفيديو ده عجبك ازاي لما تحط اللايك والاشتراك والكومنت اللي هيشجعني باذن الله. وان شاء الله يكون الفيديو النهارده عجبك واستفدت منه. لو عجبك واستفدت منه اوعي تنسي بقى اختك وحبيبتك في اللايك والاشتراك والكومنت. وانتظروني ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه تحفه جدا وهتعجبكم بامر الله.